السلام عليكم. هنعمل بقى مع بعض النهاردة بنص كيلو مفروم، اكتر اكلة كلنا بنحبها والكل بيسألني دايما على طريقتي فيها. احلى ريحة بجد وطعم لا يعلى عليه. انسوا تشتروه من بره خالص. انا عن نفسي ما بقتش بشتري اي اكلات من بره. وليه ممكن نشتريه من بره اما ممكن نعمله في 10 دقايق بس في البيت؟ يلا بقى بينا نبدأ على طول. بسم الله. عندي اول حاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها 25% دهون. وعندي بقى بما يعادل بصلتين كبار، ومعاهم 2 فلفل رومي اخضر وفلفل حراق حسب الرغبة. نفرمهم بقى مع بعض لحد ما يبقوا بالشكل ده، فرمة متوسطة. نضيفهم بقى على اللحمة وندمجهم بقى كويس جدا. دلوقتي بقى هنضيف البهارات بتاعتنا، معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة كبيرة من خلطة المفروم اللي شفناها في اول الفيديو مع المقادير، ومعلقة كبيرة من الدقيق. نخلطهم بقى مع بعض كويس. نخليه بقى ربع ساعة على جنب كده، جاهز معايا للحشو. نحضر بقى كده العيش بتاعنا. انا حبيت اعمله كده نصاص، ممكن نعمل الرغيف كامل، وياريت يكون كده العيش بتاعنا فريش. يعني انا كان بقاله شوية كده عندي، غالبا بستخدم العيش يكون فريش اكتر. وعملت بقى المفروم بتاعي كده كرات من اللحمة، كل كرة على قد الحشو. ودي خطوة اختيارية، يعني ممكن تحشو على طول. ونحشي بقى كده كويس. انا بحب تكون يعني عندي وسط، ما تكونش اللحمة كتير قوي في العيش، بحب طعم العيش كده يكون مقرمش وكريسبي اكتر. وبرضو تقدروا يعني تحشوه بالكمية المناسبة بالنسبة لكم، بس انا شايفة كده كويس. ونرجع بقى نعيد نفس الخطوات لحد ما الكمية اللي عندنا تخلص. أكلة حقيقي سهلة جدا في تحضيرها، وخصوصا ان كلنا وقتنا ضيق دلوقتي في المدارس وعايزين اي حاجة سريعة. وربنا يبارك في اوقاتكم جميعا. دلوقتي بقى عندي طاسة كده تكون بس جيدة في توزيع الحرارة، يعني سمكها يكون متوسط. وهنزل بقى معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، يسخنوا كويس على نار متوسطة. وننزل بالحواوشي بتاعنا، ما نعليش النار عليه خالص عشان ما يتحرقش من بره وتبقى اللحمة من جوه مش مستوية. ايه رأيكم في اللون؟ طبعا دلوقتي بكون محضرة الفرن بتاعي سخن، ورق زبدة بدخله كده ياخد 5 دقايق كمان. جهزت بقى معاه شوية بطاطس محمرة، وكده بيكون جاهز معايا. ايه رأيكم؟ تقدروا بقى تعملوا معاه شوية طحينة او شوية سلطة زبادي والمخلل البلدي بتاعنا. الف هنا وشفا اللي يحب يجربه. طبعا خطوة الفرن دي اختيارية، لو عايزينه كريسبي ومقرمش، لو عايزينه بس مستوي ويكون طري تقدروا تستكفوا بانكم تعملوه على الطاسة. طبعا اللي هيحب خطوة الفرن يخلي باله ان هو 5 دقايق بس يكون الفرن شغال من فوق ومن تحت، وبكده بيكون جاهز عشان ما يغمقش لونه او يتحرق مننا. ياريت بقى يا حبايبي تشتركوا في القناة واللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.